بيبدأ الفيلم في نيويورك مع المديرة مارجريت، وبتكون شخصيتها قوية جدا لدرجة انها اول ما بتدخل الشركة الموظفين بيبعتوا لبعض على الجروب ان الوحش وصل، وبيكون الكل خايف منها وبيعمل لها الف حساب. وده المساعد بتاعها وبيكون اسمه اندرو، وبيعرفها بالمواعيد والاجتماعات اللي معاها، وان المحامي اتصل بيها بخصوص اوراق مكتب الهجرة. ولسه اليوم بيبدأ وبنقول صباح الخير، بتاخد اندرو وبيروحوا المكتب الموظف بوب، وبترفضه لانها طلبت منه كذا مرة يرتب لها ميعاد مع برنامج اوبرا، وفي كل مرة كان بيكبر دماغه حتى ما حاولش يتصل بيهم، وبتديله مهلة شهرين عشان يسلم شغله ويعرف زمايله ان قدم استقالته وبتسيبه وتمشي. لكنه بيخرج وراها وبيعرفها ان ما ينفعش تتعامل معاهم كأنهم عبيد، وانها فاشلة وبتحاول تعمل الشويتين دول عشان تخوفهم. فبترد عليه بكل هدوء انها رفضته لانه كسول ودايما مشغول بخيانة مراته ومش مهتم بشغله، وبتهدده لو اتكلم تاني هتخلي الامن يطردوه بره، وكمان هيسجلوا المكالمات وكل اللي على موبايله وينزلوه على اليوتيوب. وبعدها اندرو بيكلم جدته وبيعتذر لها لانه مش هيقدر يجي عيد ميلادها ال90، فبتطلب منه يستقيل من الشغل. وبعد شوية بتروح مارجريت لاصحاب الشركة وبيعرفوها ان مدتها في البلد هنا خلصت، والسفارة رفضوا يمدوا لها في التأشيرة، ولو ما قدمتش اوراقها في الوقت المحدد هيتم ترحيلها على بلدها كندا. وبيعرفها انها لما تترحل مش هينفع تشتغل في شركة امريكية، وبكده هينقلوا الادارة للسيد بوب اللي لسه مرفوض. وساعتها بيدخل اندرو وبيقول لها ان في تليفون مهم عشانها، لكنها بتجيلها فكرة خطيرة وبتقول لهم ان هي واندرو هيتجوزوا، وبيكون اندرو مصدوم من الخبر، فبيستغربوا لانها هتتجوز السكرتير، فبتلقح عليه بالكلام وبتقول له عادي وانها مش اول واحدة تحب السكرتير بتاعها، وان محدش كان يتوقع انهم على علاقة ببعض، لكنهم فعلا بيعيشوا قصة حب. وبيعرفوها ان لازم ده يبقى قانوني ويتجوزوا، وبينزلوا على الجروب ان اندرو هيتجوز المديرة مارجريت، والخبر بينتشر في انحاء الشركة. ولما بيدخلوا المكتب بيقول لها اندرو انه مش فاهم اللي بيحصل، فبتعرفوا انهم كانوا هيعينوا بوب مدير مكانها، وبتهددوا انه لو ما اتجوزهاش حلمه هيضيع، واول ما هي هتترحل بوب هيرفضه وهيبقى عاطل متسول مش لاقي شغل. وبتطمنوا انهم هيتجوزوا فترة وبعدها هيتطلقوا بسرعة، وسواء رفض او ما رفضش فهي مرتبطة بيه ومش مستنية رده. وفعلا بتاخده وبيروحوا يقدموا ورق الجواز لمكتب الهجرة، وبيسألهم الموظف لو كانوا بيكذبوا عشان مارجريت ما تترحلش، لانهم هيتراقبوا هم وفواتيرهم وتليفوناتهم، وهيسألوا اهلهم والجيران على علاقتهم ببعض، ولو لاحظوا انهم بيكذبوا ان الجوازة دي مجرد كذبة هتترحل مارجريت بشكل نهائي، واندرو هيدفع غرامة 250 ألف دولار، وكمان هيتسجن 5 سنين. وبيتصدم اندرو، بيكون الكلام طالع منه بالعافية، وبيقول له ان علاقتهم كانت سرية، لان لو كانوا عرفوا الموظفين في الشركة كان هيحصل مشاكل كتير لانها مديرته، وكان الموضوع هيبقى حساس. فبيسألهم لو اهلهم يعرفوا بعلاقتهم السرية، فبتعرفوا مارجريت انها يتيمة وملهاش حد، لكن اهل اندرو هيعرفوا في عيد ميلاد جدته ال90. فبيسألها الموظف عن مكان بيت اهل اندرو، وبتكون مش عارفة، وبتسأل اندرو ليه مش بيتكلموا في المواضيع دي، فبيقول له اندرو انه في الاسكا وانهم هيسافروا لهم عشان يحضروا عيد الميلاد هناك، وبيحدد لهم ميعاد عشان يجوا ويجاوبوا على اسئلتهم، ولازم اجاباتهم تكون متطابقة. ولما بيخرجوا بره بيسألها اندرو انها ليه مش عاوزة ترقيه، وانه هيخاطر بدفع غرامة 250 ألف وكمان 5 سنين سجن، لكنها برضو بترفض ترقيه. فبيعرفها انه مش هيتجوزها وكمان هيستقيل، وبيكون هيمشي، فبتنادي عليه وبتوافق على طلبه، لكنها ترقيه بعد ما يتجوزوا وتتقبل في مكتب الهجرة. فبيوافق وبيشرط عليها تنزل على ركبتها وتطلب ايده للجواز، وبتعمل كده فعلا، وبكل تكبر بيقول لها ماشي هوافق، وبيسيبها ويمشي. وفي نهاية الاسبوع بيكونوا مسافرين لألاسكا عشان يحضروا عيد ميلاد تيتا مع العيلة، وبيكون اندرو معاه كتاب وبيشوفوا الاسئلة اللي المفروض يجاوبوا عليها في مكتب الهجرة، وبيكون عارف عن مارجريت كل حاجة. وبتشوف سؤال انهم هيعيشوا فين، فبتقول له اكيد في بيتي، لان اندرو فقير وعايش في استوديو صغير حقير. وبعد شوية بيوصلوا وبيكون اهل اندرو مستنيينه، فبيعرف مارجريت على جدته ومامته، فبتسألها تيتا تحبي اناديك بمارجريت ولا بالشريرة، فبيغمزها اندرو قبل ما تبوظ الدنيا. وهم ماشيين بتشوف محلات كتير باسم عيلة اندرو، فبتسأله ليه ما عرفهاش بانه غني، فبتقول لها تيتا لانه متواضع. ولما بينزلوا بيروحوا عشان يركبوا لانش، لكن مارجريت بتكون خايفة جدا لانها ما بتعرفش تعوم، لكنها بتركب معاهم غصب عنها. ولما بيوصلوا عند القصر بتتفاجئ انهم اغنياء، لانها كانت فاكرة اندرو فقير جدا، وبيكون في ناس واحتفال لاستقبال اندرو عشان يسلموا عليه. ولما بيدخلوا بيسألوا والده ان بعد السنين دي جاي انت واكتر واحدة بتكرهها في الدنيا، لكنه بيقول له ان علاقتهم اتغيرت وخلاص اتخطبوا وهيتجوزوا قريب. وبعدها بتيجي جريت صاحبة اندرو القديمة، وبتتعرف
على مارجريت وبتسألهم عن قصة حبهم بدأت ازاي، فبيلبس مارجريت في الموضوع وبيسيبها تحكي لانها شاطرة جدا في ده، وبيفضلوا يكذبوا على العيلة ويألفوا اي كلام، لكنهم بينبهروا بقصتهم وعلاقتهم جدا، وساعتها كلهم بيطلبوا منه يبوسها، ده لاجل الحب انا ماليش دعوة. وبعد شوية بيوصلوهم للأوضة اللي هيناموا فيها، وبيكونوا هما الاتنين هيناموا في أوضة واحدة، وبيجي الكلب بتاع تيتا، وبنعرف ان مارجريت بتخاف من الكلاب، وبيكون الكلب ده بيحبوه جدا، فبتطلب منهم تيتا يخلوا بالهم على الكلب عشان لو طلع بره ممكن نسر ياخده، وبعدها بيسيبوهم يناموا وبيمشوا، وبتنام هي على السرير وهو على الارض. وتاني يوم بتصحى مارجريت على تليفون مهم، فبتنزل تتكلم قدام القصر، ولكن الكلب بيخرج وراها، وهي وبتتكلم النسر بياخد الكلب وبيطير، فبتسيب المكالمة وبترمي التليفون على النسر عشان يسيب الكلب، وساعتها بتنقذ الكلب وبتمسك التليفون تعتذر لأستاذ فرانك اللي بتكلمه، ولكن النسر بيجري وراها وبياخد التليفون يعتذر لأستاذ فرانك بنفسه، فبتترجاه ياخد الكلب ويرجع لها التليفون، وبتفضل تشاور له عشان يرجع ياخده لكنه مش بيعبرها. وساعتها بيشوفوها اهل اندرو بيكونوا فاكرينها بتلعب مع الكلب، ولما بيطلع اندرو بكل هدوء بيعرفها انه هيشتري لها تليفون غيره، وبعدها بيتكلم ابو اندرو مع ابنه وبيطلب منه يسيب شغله في الشركة ويشوف تجارة والده ومشاريعه لان هو الابن والوريث الوحيد، لكن بيرفض اندرو لانه عاوز يبني اسمه بنفسه ويعمل الحاجة اللي هو بيحبها. وهناك بيروحوا مكان كده عشان يحتفلوا بمارجريت، وبتكون محرجة ومش متعودة على الاحتفالات وعاداتهم الغريبة دي، وبتسيبهم وبتطلع بره. فبتطلع لها جريت وبتحكي لمارجريت عن علاقتها باندرو زمان، وانهم كانوا مع بعض في المدرسة، وفي اخر يوم طلب يتجوزها وبعدها يسافروا لنيويورك، لكنها رفضت تسيب اهلها وبيتها والمدينة اللي بتحبها. ولما بيرجعوا بيلاقوا اندرو متعصب وبيطلع غضبه في جذع الشجرة، فبتدخل والدته تتخانق مع ابو اندرو وبيعرفها انه ما عملهوش حاجة، هو بس كلمه على مستقبله، فبتتخانق معاه لان كده اندرو مش هيرجع للبيت تاني، وانه فضل بعيد من البيت 3 سنين بسببه، وكده هيفضلوا لوحدهم في البيت ده لحد ما يموتوا. وبتطلب منه يحل المشكلة اللي عملها، وبتكون واقفة مارجريت بتسمع كلامهم، فبيروح لها الكلب وبيجري وراها. وبالليل قبل ما يناموا بتسأل اندرو عن المشكلة اللي بينه وبين والده، فبيرفض يجاوبها وبيطلب منها ما تفتحش الموضوع ده تاني، فبتحكي له عن نفسها وانها اتحرمت من اهلها ومن العيلة ومن حاجات كتير، وانها يبان عليها قوية ومفترية لكنها طيبة جدا. ولما شتمها بوب قدام الموظفين فضلت تعيط كتير في الحمام. وعلاقتها بالرجالة ضعيفة جدا لانها دايما بتركز في شغلها وهدفها بس، وبيكون اندرو متعاطف معاها جدا وبيعرفها انها جميلة قوي. وتاني يوم اهل اندرو بيخبطوا عليهم، فبتصحيه بسرعة قبل ما يدخلوا ولعبتهم تتكشف، وبيمثلوا انهم حبايب وعلاقتهم حلوة. فبتدخل ام اندرو وبتحط الاكل للعرسان، وبتقول لهم ان هي وابو اندرو قرروا يجوزوهم بكرة وينتهزوا الفرصة ولمة الناس في عيد ميلاد تيتا ويجوزوهم في نفس اليوم، فبيتصدموا وبيرفضوا عشان ما يبوظوش فرحتها بعيد ميلادها. فبتدخل تيتا وبتقول لهم انها عملت 89 عيد ميلاد، فمش فارق لها يتعمل ال90 ولا لا، لانها نفسها تحضر فرح حفيدها الوحيد قبل ما تموت. فبيوافقوا على طول من غير تفكير، وبتبارك لهم تيتا، وبيكونوا اهل اندرو فرحانين جدا، وبيسيبوهم وبيروحوا يجهزوا للفرح. هي انهي بلد اللي فيها الخطوبة بيناموا لها في السرير واحد دي يا جدعان؟ فبيقول لها اندرو ان اهله لو اكتشفوا ان كل ده كذب ممكن يحصل لهم حاجة، فبتطمنوا مارجريت وان محدش فيهم هيعرف. وبعد شوية بيروح اندرو يشتري تليفون جديد لمارجريت، وبتكون محتاجة كمبيوتر عشان ترجع الارقام والحاجات اللي اتحذفت من تليفونها، وفعلا بيروح يوديها وبيسيبها تخلص اللي هتعمله وبيستناها بره. وساعتها بتشوفه وهو واقف مع جريت صاحبته القديمة، فبتحس بالغيرة لانها ما عندهاش حد يحبها وعايشة حياتها كلها لوحدها. وهما ماشيين بتقول له انها مبسوطة لانه قابل البنت اللي كان بيحبها، فبيعرفها ان عدى وقت طويل على علاقتهم وخلاص كل حاجة انتهت. وفجأة بتنادي تيتا وام اندرو على مارجريت وبيقولوا لها ما تخافش ولا في رقص ولا احتفال، وبياخدوها وبيمشوا وبيروحوا عشان يظبطوا لها مقاسات فستان تيتا، وبتعرفها ان الفستان ده ورثته من مامتها وليه اكتر من 150 سنة. وبتشوف حب واهتمام تيتا ليها وبتكون زعلانة وهتعيط، وبتحاول تفهمها الاتفاق اللي بينها وبين اندرو لكنها مش بتقدر. وبعد شوية بتروح لاندرو في اللانش وبتركب وبتتحرك بسرعة، وبتعرفه انهم لازم يهربوا، وبتقول له انها نسيت معنى العيلة وانها عايشة لوحدها من وهي صغيرة، ونسيت باحساس ان حد يكون معاها، وانها مش عاوزة تبوظ له حياته وتزعل اهله منه. فبيقول لها انها ما بوظتش حاجة واهله مش هيعرفوا اي حاجة عن علاقتهم، وبتعرفه ان لو اهله عرفوا هتبقى مصيبة وتيتا ممكن تموت. وهو بيلف بتقع مارجريت في المية
المية، وبيفضل يكلم نفسه وفاكر انه بيكلمها، فبيلاحظ انها وقعت وبيرجع عشان ينقذها لانها ما بتعرفش تعوم، وبيطلعها وبيطمنها ان كله تمام وهتبقى بخير. ولما بيرجعوا بيقابلهم ابو اندرو وبيكون عاوز يتكلم معاهم، فبيروحوا معاه وبيكون الموظف اللي في مكتب الهجرة موجود، وبيعرفهم والده ان الموظف فهمه انهم بيكذبوا وبيكون عاوز يقبض على اندرو، فبيتفق معاه يمضي باقرار ان الجوازة دي مجرد كذبة، كده مش هيتسجن اندرو عشان ما كدبش، ومارجريت هتترحل على كندا فورا. فبيرفض اندرو وبيقول له انه شغال مع مارجريت من 3 سنين وعلاقتهم بدأت من سنة و6 شهور، ولما طلب يتجوزها ما رفضتش وبيسيبهم ويمشي. وتاني يوم بيجي ميعاد الفرح والمعازيم وكل الناس موجودة عشان يحتفلوا بفرحهم، لكنها بتقول مارجريت انها من كندا وتأشيرتها خلصت، وعشان ما تترحلش اجبرت اندرو يتجوزها، وانه طول ال3 سنين كانت بتشوفه بيشتغل اكتر من اي حد في الشركة، وهددته بمستقبله عشان يكذب على الناس ويتجوزها، لكنها رفضت تكمل الكذبة عشان ما تبوظش حياته وتزعل عيلته الجميلة. وهي وطالعة بتقول لموظف الهجرة يقابلها عند المينا عشان هيروحوا للمطار، فبيعتذر اهله لاندرو وبيمشي ورا مارجريت، ولما بيروح البيت بيلاقيها سايباله جواب وبتقول له ان كتابه جميل وافكاره حلوة جدا، لكنها ما نشرتهوش عشان ما تخسرش مساعد زيه. وساعتها بتيجي جريت صاحبته وبتقول له ان الناس ما بطلوش كلام عليه، فبيقول لها ان مارجريت دي انسانة مؤذية لانه تسبب له مشاكل مع عيلته عشان ينقذها، وفضلت 3 سنين رافضة ترقيه، وبعد كل ده سايباله جواب ملهوش اي 3 لازمة. وهناك تيتا ما بتستحملش الصدمة وبيجي لها ازمة قلبية وبيحولوها للمستشفى، وهي وفي الطيارة بتطلب من ابو اندرو يبطل مشاكل ويساعد ابنه حتى لو هو رافض اللي اندرو هيعمله، وبتطلب من اندرو ما يهربش ويبقى جزء من العيلة، وبيوافقوا على وصيتها وبتقول لهم انها جاهزة عشان يسحبوا روحها، فبيخافوا عليها جدا، لكنها بتقوم وبتقول لهم انها كانت جاهزة للموت بس هم اللي ما قبضوش روحها، وبتطلب منهم يروحوا للمطار بدل المستشفى لانها حاسة انها كويسة. وبتكون تيتا عملت كل ده عشان يبطلوا مشاكل وتحاول تنقذ مارجريت قبل ما تمشي لانها حبتها قوي. وبيوصلوا للمطار وبتكون مارجريت وموظف الهجرة خلاص هيتحركوا، فبينزل اندرو بسرعة من الطيارة وبيحاول يروح لمارجريت، لكن الطيارة بتكون اتحركت، وبيزعلوا اهل اندرو جدا وبيطمنوه ان كل حاجة هتبقى تمام، ما انت لو مصاحب كيرك كانت المشكلة هتتحل وعادي. وبنشوف مارجريت وهي في الشركة وبتلم كل حاجتها وهتمشي، وبتروح للموظف عشان يوصل لها البوكس، وفي الوقت ده بيوصل اندرو بيطلب انه يتكلم معاها، فبتقول له ان مفيش وقت لان طيارتها كمان شوية، وبتدي البوكس للموظف عشان يوصله، فبيتعصب اندرو وبيطلب منها تسمعه، وبيعرفها انه كان بيكرهها وكان حلمه عربية تخبطها وتفرتكها، لكن بعد السفرية والمغامرة اللي عاشوها كل حاجة اتغيرت، وفهمها وعرفها اكتر، لكنها سابته وهربت يوم الفرح قدام كل الناس، وبيعرفها انه بيحبها ومش هيقدر يشوف البنت اللي بيحبها بتطرد من البلد قدامه، وبيطلب ايدها للجواز لانه فعلا بيحبها، لكنها بتقول له انها وحيدة طول السنين دي لان ده افضل حاجة ليها، وبتطلب منه ينسى كل اللي حصل. وقبل ما يعيطوا اندرو بيقرب منها وبيبوس المديرة قدام كل الموظفين، وبعدها بيروحوا لمكتب الهجرة وبيعرفوه انهم اتخطبوا للمرة التانية لكنها مش كدبة، فبيقول لهم لو حد فيهم غلط في سؤال واحد هيشوفوا ايام سودا. وبس بيخلص الفيلم بكل امن وسلام. كده الفيلم يكون خلص. مستني رايك في الكومنتات، وما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة. انا مؤمن محمد، اشوفكم على خير وسلام.